خبزة فتق. أهلا بكم، أنا مهدي واليوم باش نحكيو على المرمز في حلقة ثانية. شفنا كل مرة كيفاش تنجم تطيب المرمز بطريقة زمنية، رسالة سهلة وبنينة وكل واحد عنده حكايته مع البلا هذا. اوكي جدودنا عملوا اختراع عالمي، اما انا منيش باش نقف غادي وباش نحاول نعمل البيرفكت مرمز. باش ما نهلكش الرسالة الأصلية لازمني نحترم كل حاجة من الوصفة. على 100% من الرسالة باش ناخذ الحمص يكون 20%، اللحم 20%، البصل 20%، والصلصة واللفاحات زادة 20%. يقعدوا حاجتين اللي هو الفلفل والخبز، واحدة باش نعطيها 10% والاخرى زادة. كي تغمض عينيك تاخذ شوية خبز وتغطس في الصلصة، لازم تشلق اللي هو مرمز. دونك الصلصة مناش باش نمسوها، اللحم باش يجي ذايب اكثر من اللازم باش نطيبوه في الكوكوط، الحمص باش نطيبوه على 2 طرق، طيب في الماء وكريمة نتاع حمص، والبصل باش نعملوه على 3 طرق، طيب في الفور ومشيح باش يجينا يتقرمش في خبز دياري وفي الصلصة. هاي نبداو. فما برشا حاجات باش يتعملوا، دونك ننظم وقتي، نبدا باكثر حاجات يطلبوا وقت لاقل حاجات يطلبوا وقت. نبدا بالبصل باش نقصوه، قصوه دور دور جويدين. يكون في مخكم نختارته احمر على خاطر مزيان. البصل باش نشيحوه بالتقريب في 60 درجة انت والفرن متاعك ما بين ساعتين ولا 3 سوايع. نتعداو للخبز، نحطو خميرة معها شوية ماء، نحركوهم نغطيوهم 10 دقائق. بعديك نحيو المنديلة، نحطو فرينة، حليب، زيت زيتونة، الملح، العظمة، ونخلطوهم باش يشدوا ريحهم. هوني بشوية بشوية البات باش تعمل ريزيستانس، تبدا من الاول خفيفة ومن بعد بشوية بشوية باش تشد في بعضها، والفرينة تبدا تكون في الجلوتين. نقلب كل شيء على البلان ترافاي. وتبدأ تعجن. تقعد تعجن لين تولي ما عادش تتلصق. البات ما عادش تتلصق، نهزو باش نحطوها ترتاح سويعة كاملة. ونغطيوها. بعد ناخد الحمص نحطه يطيب في الماء، وباش نعمل البصيلات اللي باش نحطوهم فوق الخبز. نقشرهم،
حاولوا نقصوهم بالطول شوية هكايا. سخنوا النار على المقلة، ناخذوا الزبدة نذوبوها. النار ملزماش قوية باش منحرقوش البصل، ونحط البصل شوية ملح فلفل اكحل، تقعد تحرك حتى لين يذبل. بعد وقت البصل ذبل مليح نحطوه يبرد على روحه. تو نتعداو المرمز، قصوا البصل كيما العادة. المرة هذي باش نقصوه بالصغير خاطر الاوبجيكتيف باش يعطي برشا افاح ومطعم للصوص. تسخن البلاك، تحط زيت زيتونة، ترمي البصل نتاعك، البصل ما خليش يتقلى برشا على خاطر نحبه يقعد كامل في وسط الصوص. حط اللحم على لفحات او طماطم معجونة، هريسة، فلفل احمر، كركم، فلفل اكحل، تابل، ملح. كمل عليهم بالطماطم، كيف الطماطم نقصها كعب صغار، نحطها في الصوص، نكمل بالثوم، شوية ماء، تكون مغطية بالماء على الأقل شطرة، نغطيوها كي تخرج الفابور نطيبوها سواعة من زمان. خبزة نفخت مليح، نحيو منها الغاز، على حكاية. باهي تو شنو باش نعمل؟ باش نقسمها اوكي، خبزات صغار نكونهم ونحط في البلاتو. تاخذ البصل باش تحطه فوق الخبزات، خليهم يرتاحوا بين نص ساعة وساعة لين يتنفخوا بالكدا. نورمالمون يكون اللحم طاب في صلصة. نحل الكوكوت، خرج اللحم، هاو ننزل عليه بشوية كله تفصل مع بعض.
هذا يعني اللي هو طري على الاخر. خرج لحماتي وناخذ ميكسر بلونجور باش نرحي الصوص. الخبز تنفخ. سخنت الفرن متاعي على 200 درجة لمدة 15 دقيقة. تويكا نحطو يطيب. الحمص طاب، نقسمو، ناخد بارتي منه للكريم وبارتي منه نخليها مريقلة. نجي نصب شوية ماء اللي طاب فيه باش نبداو نرحيو. تكستور عندنا مريقلة، نعملها عصرة قارص، شوية ملح، فلفل أكحل، زيت فلفل أكحل، نحركها. جوها باهي. الحمص ناخد نقصلو شوية فلفل حار، نقصو بالطول، عصرة قارص، ملح فلفل أكحل زادة، تخليطة صغيرة، والزوز باش نخبيهم على جنب. المرمز غويزيتي متاعي حاضر. عندنا لي كومبوزون الكل: الحمص، اللحم، الصلصه، الحمص اللي مخلط بالفلفل، وبيان سور الخبز متاعي طاب. تويكا باش نوريكم كيفاش نعمل كومبوزيسيون نتاع صحني. ناخذ شويه كريمه نتاع حمص، نحط فوقها اللحم، ونعبي بالصلصه، من بعد نحط الحمص كعب معهم ضربة فلفل نحوكها هكا، ونكملو بالشيبس تاع البصل. ناخد رغيف خبز. ديما اول حاجة نبدا بها هي الصوص. خبزة فتق مازالت سخونة تتقرمش، بالحق الصوص نفس المطعم كل مرمز يلزمني. عندي انا هذيك حاجة مهمة على الاخر. اللحم بالحق ذايب مش نورمال. الحمص والفلفل عطاو حاجة ياسر حلوة.
شيبس تاع البصل جبت حاجة ياسر طيارة اللي هي تبدل التكستور اللي عنا وتشوف حاجة جديدة في البلان تاعك. اخر مرة وريتكم كيفاش تعملوا المرمز الزمني، المرة هذه قدمت لكم مرمز عصري. ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقة واحنا نتقابلوا في ابيزود جديد. كان عجبتك الحلقة حط لايك وبني روحك. كان عندك سؤال تنجم تكتبوا لي في كومنتير. كان عندك عبد تحبوا تعمل لك مرمز او عطلوا الفيديو واحنا نتقابلوا في الحلقة الجاية.